السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون موفقة للجميع. هذا الفيديو باش نهضر على عاوتاني على كارتيرون والتصريحات ديال كارتيرون. أما فهمتش أنا هاد السيد هذا كلام باش كيتكلم، إشارات اللي كيعطي اللاعبين، الروح اللي كيقتل في اللاعبين. ما فهمتش واش هذا مدرب جاي باش يحفز اللاعبين ويدير نتائج إيجابية، ولا جاي باش يسالي العام للوداد بكري. ملي كيقول لك لسنا مرشحين اللاعب على أي حاجة في هذا العام، راه كلام خطير. ديك النهار قال لك ما قادرينش يكملوا حتى حصه تدريبيه، واليوم الوداد كانت في الصداره، خرج عليها في 4 ديال الماتشات، ومع ذلك لان الفراقي ما داروش حتى هما باركور كبير، بقاو في الدوزيام. تصور فرقه دوزيامه كانت هي في الصداره ومازال بالنتائج السلبيه دوزيامه، كيقول لك لسنا مرشحين بهذا المستوى. هذا المستوى راه انت اللي درتيه، راك انت اللي غير مرشح. اما الوداد راه كانت مرشحه، دابا راه ولا كارتيرون ولا الوداد. كارتيرون ما عنده حتى هدف مع الوداد، والوداد وجمهورها ومسيرينها باغيين ينافسوا على الالقاب. راه العام اللي فات الوداد لم تكن مرشح بمكونة بكذا، حتى الاخر عاد خدا التروازيام. اما هذا العام راه الناس ما حاطين جوج ديال الاهداف. هدف الاقصاء كان من الكاف، وكلشي شاف كيفاش كان الاقصاء، ولكن في البطوله راه الناس كانوا هما اكبر عدد من الانتصارات وفي الصداره. راه لا يعقل تجي ودير نتائج سلبيه ومع ذلك باقي في المركز الثاني وتقول للجمهور ودير لا ما تسناو منا حتى شي حاجه، ما حنا ما مرشحين نلعبوا على والو. واش هاد الناس مني جابوك حطوا معاك شي اهداف ولا ما حطوش معاك شي اهداف؟ واش اللي بغى يقول شي حاجه يقولها؟ دابا فرقه كانت هي الاولى في الصداره ب9 ديال الانتصارات، جاها مدرب خسر 2 ماتشات وتعادل من اصل 12 درجه نقاط، ماركي بيت واحد. دابا هذا جا باش يقول الوداد سالي لكم العام بكري، سيروا تصيفوا، ما عندكم ما تسناو مني حتى شي حاجه. واش هادشي معقول؟ ولا حد سميتو كارتيرون باتريس ما نهضروش معاه، كون كان سميتو امين كنت دقدقناه. حيت نهار امين بن هاشم قال عا كلمه ديال فيزيكمون ما كناش مزيانين وكنا وعينا في الدوزياميطون مع الجيش، قيامه ناضت. الفيسبوك ساقل، كلشي ساقل بخير. بحال هاد باتريس كارتيرون ما كيهضرش على الوداد، كيهضر على شي فرقه خارج المغرب. حتى واحد ما كيهضر معاه بخير وعلى خير، وقيلا حيت كيقولها بالفرنسي كتجي شويه زوينه. اما واحد بحالنا كيقولها بالعربيه وكتفهم كتنوض قيامه. الفيسبوك مقلوب، الدنيا مقلوبه، كلشي مقلوب، قيامه نايضه. علاش؟ حيت سي امين قال هذا لا ما خصوش يقولها، وهذا راه ما عرفتش قال. هذا راه الصداره ديال الوداد حيدها لها. هذا راه 2 ديال الخسرانات و2 تعادلات، 12 نقطه، 2 بوان، ماركي بيت. وكيقول لك ما بقينا لاعبين على حتى شي حاجه. واش هذا مدرب منين اللعابه غيسمعوا هذا الشيء؟ واش من روح باقيين غيلعبوا بها؟ اش من مجموعه كيهضر عليها؟ اش من روح قتاليه غيدخلوا بها؟ هذا راه سال العام الوداد بكري. هذا راه قال للجمهور سيروا تصيفوا، سيروا ترتاحوا مع راسكم، ما تسناو مني والو هذا العام. وفرقه راه باقا دوزيامه، فرضا كاع ربحات اليوم الرجاء وربحوا الماس 3 بوان 4 بوان، راك باقي لاعب على البطوله. واش كاين شي مدرب يقول الهضره في كونفيرونس باقي 15 ماتش ولا 14 ماتش، باقي الشطر الثاني كامل ويقول هاد الهضره؟ واش كاين شي مدرب بعقله يقول هاد الهضره؟ واش كاين شي مدرب محترف ومدرب سميه يقول هاد الهضره؟ وفين جاي الوداد؟ اش من نفس ضاربه على هاد الفرقه؟ ولكن سي نورمال، سي نورمال. العيب ماشي عليه، العيب ماشي عليه بطبيعه الحال، العيب على اللي جابوه، والعيب على اللي كانوا دايرين قيامه باغي الاداء. ها هو الاداء، لا اداء لا نتيجه. كانت فرقه هزيتو فرقه حطيتو فرقه، ما بقاتش كاع شي حاجه سميتها الوداد، فرقه مشتة، محاوله وحده ما كيناش والو، ما عارفين منين يمشيو، السيستيم مقلوب، ما قادر لا مفيد يمشي سونطري لا خالي يمشي سونطري، تلفوا الكره. سي نورمال. مدرب قاوري، بغينا مدرب كبير. ها مدرب كبير جا الوداد قال لكم فرقه راه ما قاداش تكمل سيونس دونطرينمون، 12 ماتش جا فيه 2 بوان، ومن بعد قال لكم هاد الفرقه راه ما لعبه على والو. هادي هي الحصيله، جاكم من الاخر. فرقه لقاها هي الاولى في الصداره ب9 ديال الانتصارات، خسران واحد مع الجيش، 2 ديال التعادلات، قال لكم ما تسناو مني حتى شي حاجه. سي نورمال عادي.
دابا بغيتي تفك معاه، ايوا راك عاوتاني الكونطرا، وراك اش دير معاه في الكونطرا، وراك يعني الحسابات ديال الفلوس. هنا اش كنقول المسير خص تكون عنده الحكمه وتكون عنده الرزانه اتخاذ القرارات. هنا باش يجي واحد يبقى يفقص فيك. دابا اللعابه باش موتيفاسيون غيدخلوا من يسمعوا هاد الهضره، كيفاش غيموتيفيو في لونطرينمون يقول لهم لا ومازال خصناه؟ شنو يقول لهم؟ شنو يقول لهم؟ كيقول لك حنا ما لاعبين على والو زعما. شنو وبقى حتى البطوله زعما شنو كيتسنى راسو حتى العام الجاي كيبني فرقه؟ هذا راه ماشي فرقه كتبنى، هذه راه فرقه فيها السميات. راه خصك تدخل تربح الماتشات، خاصك تدخل تكمل على المسار اللي كان غادي فيه الوداد ب9 ديال الانتصارات، ماشي تجي تريبهم في النتائج وتقول لهم من بعد ما تسناو منا والو هذا العام. جي معك ستاف قدو قد الخلا، تا من محلل الفيديو مصري تا مغربي ما كاين، جيبها هما. انت جبتي ستاف ديالك وجبتي كلشي وريبتي الوداد اللي كانت غاده في الصداره وممكن 2 ماتشات تربح من اصل 4 ولا هذا. ها هي هما الفرق الاخرين بداو يقلبوا يوصلوا ليها، ولات هي كتضارب باش توصل عليهم، باقا عندها الحظوظ باش تلعب على اللقب، وكتقول لسنا مرشحين. امتى غتكون مرشح؟ لا عندك التسميات كاملين وعندك الفرقه كامله وانت ماشي مرشح، امتى غتكون مرشح؟ امتى غتلعب على البطوله؟ جاموك وينه راه كان غادي يخليهم 4 بلاص حتى حيدو 3 بلاص مع امين، ودابا 9 ديال الانتصارات. عاوتاني راه نجيبو مدرب كبير، ما كاينش الاداء، خصنا اداء قيامه نايضه على هذا المدرب، حيت سميتو امين، حيت سميتو امين مغربي. اما كون كان شي واحد عاوتاني بحال موكوينه كون لقينا ليه الاعذار، لا باقي حكاه، لا هو كيربح، واش بغيتو هو كيربح، لا النتيجه لا هو كيربح، تلقاو لي 700,000 عذر. وغنبقى نقولها ديما، راه ماشي حيت بني هاجم صاحبي، لا، حيت كان كيدير النتائج وكان غادي في فرقه مقاده وما كاين لا صداع لا هم يحزنون. بغى اللي بغى وكره اللي كره، وخدمته اللي كتهضر عليه، ماشي اللي تحطوا في الوداد، وماشي اللي قلت الوداد سيروا تعاقدوا معاه. كان غادي بالوداد بجميع الانتقادات اللي كان كدار، وبجميع الحروب اللي كان كيتحارب، وبجميع الاسماء ديال المدربين اللي تحطوا قدامه، وبجميع ما عرفتي شنو، وكان غادي بالفرقه ترونكيل، فيستير مضبوط، انضباط، خدمه، والنتيجه ناقشوا الاداء. لان مشاو اللعابه وجاو لعابه اللي ما يقدروش يديروا يعني الضغط، وما يديروش كلورور ديفونسيف، وزيد يتحمل مسؤوليته في هادشي. ولكن كانت النتيجه في البطوله، كانت في الكاف راه شفنا كيفاش تخسر، سيناريو اللي ما يتخيلو حتى شي واحد. ولكن باتريس تمتع مع راسك، قول اللي بغيتي، دير اللي بغيتي، هضر كيف ما بغيتي، لعب كيف ما بغيتي، ما كاينش المشكل. درتي الكونطرا، العقد، جبتي الناس اللي معاك، بغيتي يجريو عليك غتغيز الكونطرا، خذ راحتك، الله يعطيك الصحه.